أحيانا بيجي شخص يقول لك مثلا إنه والله أنا بحس بيتي مكركب، يعني نستيقظ منذ الصباح إلى المساء هناك مشاكل بيني وبين زوجتي، ترتفع أصواتنا، علاقتنا متشنجة، علاقة أولادنا مع بعضهم متشنجة. تسأل هذا الشخص سؤالا، تقول له أنت أي ساعة بتفيق كل يوم؟ بيقول لك أنا فيق الساعة 8. بتصلي الفجر جماعة؟ لا. طيب أولادك يصلون الفجر حاضرا؟ طيب بدأ البيت، قال من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. عندما نبدأ النهار بمعصية لله، شو هي المعصية؟ أن تصلي الفجر لا في وقته، هذه معصية. وفي ناس يا أخواننا بيفكروا الفجر إمتى؟ بيفكروا صلاة الفجر عندما تستيقظ من النوم، يعني أنت بس تفيق هي صلاة الفجر. فلا يصلون حاضرا، الأسرة كلها تصلي بعد شروق الشمس. هذا البيت كيف سيصبح؟ إجباري بده تكون الشياطين ركبت هذا البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكالعادة فيديو جديد ويوم جديد من قناة عيشي حياتك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة حبايبي هنبدأ يومنا من وسط اليوم. عندي سمك كده ماكريل، بدأت أنضفه وأحط له الدقة والتتبيلة المعتادة، وهنعمل الغدا على السريع عشان النهاردة ورانا خروجة. طبعا ضغط الامتحانات علياء بنتي كانت بادئة الأول، بقالها مثلا دخلت في أكتر من 10 أيام امتحانات، عارفين هي في أولى علمي، وكان ضغط عليها جامد، وكان عندنا ظروف كتير قوي في الفترة دي، فكنا مضغوطين كلنا. وبعدين علياء فصلت بيومين أو 3، وهيبدأ عائشة وعبد الرحمن يوم السبت الجاي 14/1 إن شاء الله. طب أنا أعمل إيه بقى؟ أنا عايزة أخفف عن علياء الضغط ده شوية وعن نفسي أنا كمان. فقلت برضو لازم علياء، لأنها هتبدأ دروس، يمكن هيبدأوا دروس تاني بعد ما عبد الرحمن يخلص امتحانات على طول. فقلت كده أخدها فرصة وأخدها كده أرفع عنها شوية، وأخدها فسحة بسيطة اقتصادية. يعني إزاي ممكن ترفعي عن نفسك في الظروف اللي احنا فيها دي بأقل التكاليف كده على السريع؟ زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، بدأت يومي كده معاكم من وقت الغدا، وبقولك بقى من فضلك اعملي لايك للفيديو، كبروا يا بنات القناة باللايكات، جزاكم الله خيرا. محتاجة دعمكم قوي، أنا في فترة امتحانات كل سنة. اللي متابعني وعارفني عارف ان انا بقل من نزول الفيديوهات، علشان ما اقعدش اقدم هلسة على الفاضي، واقعد بقى اجيب فيديوهات ملهاش لازمة واضيع وقتكم. لما اقدم فيديو يبقى الفيديو فيه محتوى او فيه حاجة حلوة حتى تسمعوها. وانا لو كنت قدمت في اليومين الثلاثة اللي فاتوا دول فيديوهات على الفاضي كده، بحس ان انا ما بحترمش عقولكم. فلازم اقدم لكم حاجة تستحق ان انت لما تضغطي او تضيعي وقتك يبقى على حاجة حتى تستفادي بيها او تستمتعي بيها. بصي بقى، حطيت السمك ده بسويه الاول يا بنات على البوتاجاز من فوق، بديله بصوا يعني ربع كوباية مية، ربع مش اكتر من كده، مع المية اللي بتنزل من التتبيلة بتقعد اديه صدمة جامدة قوي على البوتاجاز من فوق. اول لما اجي ادخله الفرن بقى اللي انا مسخناه كويس، ما يكملش في الفرن نص ساعة الا 5، بيطلع زي الزبدة يا بنات. عايزة اقولك بقى، عايزة السمك بتاعك ده يبقى طري قوي، بتحطي في الارضية شوية زيت حوالي معلقتين، وعلى الوش برضو حوالي معلقتين. لو ما حطيتيش زيت على وش السمك بيطلع ناشف، السمك الزيت هو اللي بيديه نسبة طراوة. طبعا عملنا ايه بقى معاه؟ عملنا معاه رز الصيادية طبعا اللي احنا عارفينه كلنا. عارفين بقى النهارده يا بنات انا فرحانة قوي، انا قابلت متابعة من متابعيني، وده بتكون من الحاجات اللي بتفرحني قوي. قبل كده برضو يعني قريب برضو كنت في مطعم، وبعدين واحدة عرفتني من عبد الله، ونفس الموضوع لان انا منتقبة. امبارح كنت ماشية في الشارع فزوجي قدامي واحنا بقى في الفسحة اللي هي مصوره لكم ده، وانا بعمل دوبلاج على الفيديو النهارده. فبتقول لي بقى ايه انتي ام علياء؟ انت ام علياء؟ انا اتخضيت. يعني اولا كنت مفكره حد موقفني بقى يسالني على عنوان او حاجه، يعني مكان يعني. انا مش مصدقه ومش عارفه وايه، انا عرفتك من جمانه ومن عبد الله، وقاعده اقول هي ولا مش هي. فوقفت بقى معاه وسلمت عليها، اسمها اسماء الشرقاوي، بتعلق عندنا هنا في القناه على طول. يمكن هي كانت من المرات اللي هي بتقول نفسي اشوفك، سبحان الله يعني القدر انها تشوفني فعلا، وان احنا نتقابل وانا ماشيه في الشارع، مش مثلا قاعده في مكان وجت عليا، انا معديه وهي واقفه كده على الناصيه. فسبحان الله لما الواحد بيكون بيتمنى حاجه حقيقيه، وبيبقى فيه صدق في المشاعر وفي المحبه، بتتحقق. والله يعني انا يعني بصي يا اسماء، انتي لما بكيتي كده ما شفتيني، والله العظيم انا حسيت ان انا ما استاهلش كده، وحسيت ان ده كتير عليا، وحسيت وانا ايه عشان المحبه دي. انا بشوفها في التعليقات، بس لما شفتها على ارض الواقع كان احساسها جوايا. ربنا يبارك فيكي يا رب، وانا كنت سعيده جدا جدا بمقابلتك حبيبه قلبي. وطلعت نفس السن بتاعي، قريبه مني من سني وكده يعني. طبعا دلوقتي انا خارجه، فعايزه اسيب لعبد الرحمن وعائشه حاجه. عبد الرحمن وعائشه امتحانهم يوم السبت،
وهم مش هيخرجوا علشان احنا عندنا يا بنات كل واحد عارف حدوده ومسؤوليته في البيت. يعني ما عنديش مثلا مش معنى انت خارجه واخده علياء وانا لا، ما خلاص انت عندك تحمل مسؤوليه نفسك، انت عندك امتحان. وبعدين هم مش صغيرين بيذاكروا لنفسهم مع نفسهم. قلت لهم بصوا كفايه ان انا سايبه لكم البيت هادي من غير عبد الله وجمانه، ده انا كده استاهل ايه وسام. انا يعني الحمد لله كده انا مريحاكم على الاخر، ولا في دوشه ولا في عياط ولا في زعيق ولا في اسكت يا عبد الله، ولا بيفتح الباب ويدخل عليك يا عبد الرحمن، والدنيا هاديه. ارجع الاقيكم مراجعين المواد بتاعه اول يوم اللي هي بتاعه يوم السبت، الكلام ده يوم الخميس. المهم بقى قلت اسيب لهم كده صينيه كيك كده على السريع. فبصراحه كانت جاهزه عندي، اللي هو العلبه دي جاهزه موجوده. ومن الحاجات يا بنات اللي بالفتره الاخيره اقتصاديا ما بجيبهاش. طب امال بتعمل ايه عندك العلبه دي يا ام علياء؟ العلبه دي كانت جايه لي هديه من الشركه نفسها بتاعه ماي واي، اللي هو العضويات والحاجات اللي الناس المشتركين فيها دي يا بنات. ولكن انا بصراحه يعني شايفه سعرها بقى غالي واوفر، وانا لما احب اعمل حاجه اعملها بالدقيق الجاهز في بيتي على طول. مع اني كنت الاول في فتره من سنتين في القناه اقول لكم انا بعملها ده جاهزه وسهله وسريعه ومش مكلفه. يعني كنت بشوفها الاول مش مكلفه، دلوقتي لما سعرها غلي لا بقيت اعملها بالدقيق اسهل يعني. والصباع ده صباع مين؟ اكيد طبعا حضراتكم عارفين ان ده صباع عبد الله، لازم كل حاجه اعملها كده يروح ايه نطط لي فيها كده. وقلت والله يا عبد الله انا بص هطلعها كده زي ما هي في القناه وهقول لهم عبد الله هو اللي عمل دي. بص طبعا هي دي كيكه الفيج، هي ما بتكونش منفوشه او منفوخه، هي بتكون كده الحجم ده كده، وممكن تحط عليها صوص شوكولاته. جينا بقى المفروض ان احنا نخرج وهناخد معانا جمانه وعبد الله، وطبعا علشان دول ما ينفعش يتسابوا في مكان يعني، او عندها درس فبنحل الواجب بسرعه بسرعه عشان تحضر الحصه، وهنمشي بقى اللي هو قبل المغرب على طول. فخلصي معايا يا ماما بسرعه هذا وهذه بقى والحاجات انا يا بنات حفظت المناهج خلاص، يعني شوفوا من اول علياء بقى، يعني خلاص كفايه عليا كده، عايزه اطلع معاش بقى. نزلنا بقى دلوقتي كده يعني اخر خلاص المغرب خلاص، يعني باقي ربع ساعه نص ساعه كده عشان نلحق مواصلاتنا يعني. وعبد الله بقى فرحان، وعبد الله هنسيب اخواتي، هنسيبهم يا ابني دول هم مش صغيرين يعني، واحنا متابعين معاهم بالتليفون وكل حاجه. وبقى دلوقتي احنا مستنيين التوك توك، ودلوقتي خلاص احنا خارجين اهو طالعين من مكاننا بقى رايحين بقى الموقف عشان نركب. بص يا بنات يعني عدم وجود السيارة لأسرة فيها عدد أفراد ما شاء الله بيبقى صعب قوي فعلا في الفسح والحاجات دي. فأنا بتعقد من الخروج بأولادي بسبب المواصلات. المهم بقى وصلنا بقى في المكان ده، ربنا يرزقني وإياكم إن شاء الله. رحنا مكان اسمه فان سيتي، حلو قوي، أول مرة أدخله، كنت بشوفه وأنا معدية على الطريق كده، ولكن ما كنتش بفكر إن أنا يعني أدخله. كنت باحس إنها صالة مغطاة كده، بس حسيت إنها مناسبة بقى للشتا اللي إحنا فيها دي، مكان متغطي كده ودفا يعني. رُحنا بقى هنا دخلنا لقيتها بالكوينات في عروض بقى، يعني الفسحة دي كلها كده اتكلفت 100 جنيه بالضبط، يعني الكوين 8 ب100 عليها عرض، وفي ال13 ب100 وإيه، مش عارفة قالت 130 والّا 150، المهم إحنا قُلنا 8 حلوين، لإن الولاد أي ولاد لمّا بيدخلوا يلعبوا عارفين بييجي لهم زي تفاصيل من اللعب كده، فبعد كده ممكن يقعدوا يستخدموا الكوينات على أي كلام يعني، أو في ألعاب مش مناسبة فيبقى معايا كوينات مش عارفة أودّيها فين، فقُلنا نجيب 8 إن لقيتهم استكفوا خلاص، ما استكفوش أكمّل، لقيتهم الحمد لله استكفوا كل واحد لعب اللعبة والحاجة اللي هو عايزها. هنا علياء بقى بتلعب اللي هي بتاعة أول ما شافتها قالت هي دي يا ماما مش عارفة إيه، عاجباها بقى مناسبة لسنها يعتبر. برضه هتلعب دلوقتي اللعبة اللي هي بتاعة النضارة بتاعة البُعد الثلاثي دي. بس قالت الست قالت لها في أفلام رعب وفي مش عارفة ألعاب عادية كده، قُلت لها يا علياء بُصّي يا بنات أنا قلبي خفيف أوي يعني، ولا أنا هالبس بتاعة أفلام الرعب ولا غيره، ولكن باحس إن أنا قلبي بيتاخد، لأ مش هاستحمل إنها تتفرّج على حاجات الرعب وتخاف زي الناس اللي باشوفهم كده في الفيديوهات ويتنططوا، لا، لأ، هتشوفوها دلوقتي. ربنا يوفّق أولادي وأولادكم جميعًا يا رب، وعايزة أقول لكم على حاجة حبايبي، والله يعني أنا علياء جات لي في الامتحانات كانت بتيجي في حاجات غلطانة في نقطة ونقطتين و3 نقاط كمان أحيانًا في مواد، تقول لي: "يا ماما سامحيني، السنة دي يا ماما أنا بُصّي مش عارفة راسي من رجلي، المواد كلّها جديدة عليَّ." والمدرسين بقى يا بنات طبعًا ما كانتش بتروح عليه الدراسة أوي، فكانت تتنقل بين المدرسين، لأ أنا مش مستوعبة أوي المدرس ده، هاغيّر المدرس، مش عارفة هاروح فين، لسه ما استقرتش على إنها هتستوعب أصلًا المواد إزاي الجديدة عليها دي. قالت لي: "يا ماما أنا ما قصّرتش، والله أنا ما قصّرتش وعملت كل اللي قُلت لها: "أنا شايفة والله أنا عملت كل اللي عليكِ." قالت لي: "ما تستنيش مني نتيجة أوي."
في الترم ده، بس اوعدك الترم الجاي هجتهد ومش عارفه وايه اكتر وكده. وانا استقريت على انواع المدرسين اللي انا هاخد عندهم، لان طبعا يا بنات العلم مش هينفع تذاكر لوحدها، يعني ممكن في ماده نطنش مثلا المواد الشرعيه، مواد مش عارفه ايه، تقعد تذاكرها لوحدها في البيت، ولكن في مواد بتبقى عايزه شرح فعلا، الحاجات العلميه فيزياء وكيمياء واحياء والحاجات دي. فالمشكله بقى اقول لكم كانت في ايه بقى بالظبط، اللي هي اخفقت في ايه، عشان لو ليكوا بنات في الازهر حبايبي. بنتي ازهر وكانت بتاخد في مجموعات عام، فمدرسين العام اللي كانوا بيدرسوا لطلبه ازهر وعام كانوا بيهتموا بمواصفات امتحان العام، وانا للاسف كانت النقطه دي غايبه عليا. يعني انا مدخله ولادي ازهر عشان ابعد بصراحه عن قلق العام ووجع القلب بتاع العام، يقوم بنتي تتحط فيه غصب عني وانا مش واخده بالي. في الاخر اكتشفوا في الامتحانات ان الاستاذ كان طول السنه يدرس لهم بمواصفات امتحان العام، فيجي حاجات اصلا ما كانوش بيديها لهم ولا بيلفت انتباههم ليها. وبص بقى المشكله، فاكرين لما كنت جبت مشتريات الدراسه وكذا تعليق قال لي يا ام علياء الملخصات اللي انت جايباها دي ما فيهاش مواصفات امتحان الازهر. فبعد لما انتوا قلتوا لي نزلت ادور في المكتبات على المرشد اللي انتوا قلتوا لي عليه لقيته خلصان، فقلت عارفين بقى اللي هو ايه، مش مشكله بقى من الترم التاني من اوله نجيب، وانا مش في دماغي ان الموضوع هيكون كده والنتيجه هتكون كده. ففعلا الامتحانات للاسف المواصفات معظمها مختلفه عن اللي درسته في الملخصات اللي اشتريتها، وعن اللي المدرسين راحت لهم. حتى هي علياء وهي واصحابها راحوا قبل المدرسين قال لهم انتوا ظلمتونا، بيقولوا للمدرسين انتوا كنتوا اصلا مش مهتمين بينا ولا بتدونا مواصفات الازهر ومهتمين بمواصفات العام بس. وده اخفقوا بقى في الامتحان، يجي نقاطه حاجات مش متدربين عليها ولا عارفينها اصلا، ولا عارفين ان النمط ده هيجي في الامتحان، فتلاقيها طالعه في المواد العلميه بالذات نقطه نقطتين حاجات، طب يعني مش عملتها بالشفا في الدنيا، ماما مش عارفاها خالص. ف... فهي كانت تجربه بقى الترم ده، فانا حبيت اخفف عليها عشان ما اكونش رغيت كتير بالفسحه دي، واوريها يعني بصي يا بنات يعني ايه، هي حاسه ان انا زعلانه منها. النتيجه ما ظهرتش بس بتكون واضحه وهي طالعه من اللجنه يعني. فقلت لها يعني انت عملت اللي عليكي وخلاص، ده طول السنه ما كانتش بتلاقي وقت كده، والله العظيم اقعدي اتغدي، لا درس، لا مش فاضيه، لا مش عارفه بعمل الواجب، طب هحل انا مش مركزه دلوقتي يا ماما. فبعد اللي عملته ده كله لا حبيت ان انا اكافئها، اقول لها يعني انت عملت اللي عليكي خلاص، هو ده اللي احنا عايزين نتعامل بيه مع ولادنا، طالما هم حبايبي عملوا اللي عليهم، بلاش تعنيف، بلاش تقليل ثقه، بلاش ان احنا نقعد ده انت ما عملتيش مش عارفه وانا بصرف ده كله او انا بعمل وبتعب عشانكم، وباباكي بيتعب وبيجيب واحنا في الاخر ده. بصوا طالما لاقيهم عاملين اللي عليهم ما تقعدوش تقللوا ثقتهم من نفسهم. خدتها على محل، قلت لها بقى لو عايزه شويه اكسسوارات اي حاجه، وفي الاخر كده جبنا لهم كده عشاء خفيف برضو علشان ابقى فسحتها فعلا الفسحه التمام. وبقول لك يا علياء من مكاني هذا انا تعبانه بقالي قد ايه شايله البيت لوحده، شيلي معايا بقى شويه، ان شاء الله هتنتظروها بقى الروتين الجاي. هي قالت لي والله يا ماما ان شاء الله عايزه اعمل روتين حلو معاكي كده في القناه، والبيت فعلا محتاج تنظيف اساسا يعني. ودلوقتي احنا مروحين بقى برعاية الله يا بنات، ان شاء الله اقابلكم الروتين اللي جاي ان شاء الله بيكون بقى في تنظيف عميق للبيت، لان البيت مش عايز تنظيف روتين، ده عايز تنظيف حقيقي، لدرجة ان انا بقول ايه ده وانا هعرف اصور ازاي وانا بنظف تنظيف بقى، مش عارفة اصور ولا ايه. بس ان شاء الله باذن الله بعون الله هشجعكم معايا وهنزل لكم الروتين الجاي فيه تنظيف عميق. ما تنسوش يا حبايبي تدعموني باللايك جزاكم الله خيرا، وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفوني، وتابعوني برضو هنا وتابعوني على الفيسبوك كمان. دمتم في أمان الله حبيباتي ومحباتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله، وتحياتي لكل متابعاتي الكريمات سواء قابلتكم على أرض الواقع أو بتتابعوني هنا في القناة. سلام عليكم.